السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تركيب القعدة العربي: لازم تحط المونة كويس، وبعد كده ترجع تحط القعدة، وبعد كده تملى تحت القعدة كسر طوب، ترجع تشيل القعدة تاني وتحط لها مونة كويس علشان ما يبقاش فيها حاجة فاضية من جوه، عشان ما تتكسرش. بس فكانت قاعدة قبل دي راكبة ظهر، فقلنا نغيروها عشان التانية بتسرب مية، عشان كده غيرناها. طبعا مرضيناش نجيبوا بلاط سليم، فجبنا لها شوية كسر وثلاث بلاطات. أهم حاجة لازم تبقى نازلة سنتي عن البلاط علشان المية ما تركنش حوالين القاعدة. لازم تبقى نازل سنتي عن شغل البلاط بتاعك بس. ولازم تظبط الشغل كده، تفرد المونة كويس علشان البلاطة ما تتكسرش، والقطعات لازم تظبطها كده عشان تبقى شغلك كويس يعني. فاحنا مرضناش نجيبه بلاط سليم، قلنا ركبوه بكسر كده كده كده. آه فيما بعد يعني البلاط طبعا كله هيتغير يعني. فقلنا بدل ما نكلف صاحب الحمام، فقلت له ركبوه مكسر. ولازم تظبط الخلع كده بالمتر، نقطعها بالصاروخ كده. بنفرد المونة. أهم حاجة تبل البلاط كويس. طبعا الفيديو أنا مسرعه عشان ما ياخدش وقت كبير يعني. كده آخر غلاقة دي. كده ابتدينا ان احنا ننظف الشغل بتاعنا. لازم نمسحه بحتة قماشة، نرجع نفضي الشغل. لو في اي حاجة في القاعدة برضو لازم الواحد يشيلها عشان ما تتسدش. كده فضينا، هنفضه في الشغل بتاعنا. اهم حاجة النظافة كويس علشان الشغل يبقى مية مية. والاسمنت الابيض اهم حاجة تعمله بمية علشان لو في قرن بلاطة يشرب كده يعني. في اللي بيسقي ناشف، طبعا الناشف ملهوش عمر زي اللباني. وترجع تفرك بالمساحة زي ما حضراتكم شايفين. نكوي الحماضة كويس. الحاجة كل ما تظبطها تبقى حاجة كده ما شاء الله، على قد ما هي حاجة صغيرة يعني، بس حاجة شيك. طول ما النظافة كويسة، الزقية كويسة، تبقى حاجة ليها منظر كده وشكل. وبكده وصلنا للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.